السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة وبإذن الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. هكون محضرة كيلو لحمة وهكون مقطعاه قطع صغيرة بالحجم دوت، وهرشها بشوية فلفل أسود وشوية ملح وأقلبهم مع بعض كويس وهسيبهم على جنب. كباب الحلة بيحب البصل الكتير. انا محضرة معايا 3/4 كيلو بصل، قشرتهم وغسلتهم كويس وابتديت اقطعهم مكعبات، وبعد كده هضربهم في الكبة. وبكده خلاص البصل بقى جاهز معانا. هكون محضرة 4 طماطمات وهبتدي اقطعهم مكعبات. انا بحب احضر كل حاجة قبل ما ابتدي في عمل الاكلة اللي انا هعملها عشان اسهل على نفسي، وهقطع الطماطم كلها بنفس الطريقة. كده خلاص حضرنا البصل معانا والطماطم المكعبات، وقطعت فلفل حامي قطع صغيرة، وممكن انك انت تستغني عنه لو انت مش بتحبي الفلفل الحامي. هجيب الحلة وهنزل فيها بشوية زيت، وهنزل بمعلقة كبيرة سمنة او زبدة عشان هبتدي اشوح اللحمة فيها. واول ما الزبدة تسيح هبتدي انزل بقطع اللحمة، وسيبي اللحمة تتحمر من تحت شوية، ما تقلبيهاش على طول، سيبيها شوية وبعد كده تبتدي تقلبيها على الناحية التانية علشان تاخد نفس اللون. وهنقلب في اللحمة لغاية ما اللحمة تبتدي تتحمر معانا. شايفين درجة لون اللحمة بقى عامل ازاي؟ بعد كده هبتدي انزل بالبصل عليها، وابتدي بعد كده اقلب البصل مع اللحمة لغاية ما البصل يبتدي يدبل معايا. البصل خلاص كده دبل معايا، هبتدي انزل عليه بالثوم المفروم. يبقى انا كده اشتغلت بالترتيب عشان اللحمة بتاخد وقت اكتر في التحمير. ابتديت بيها ان انا شوحتها وحمرتها، وبعد كده نزلت بالبصل لان البصل هيستحمل شوية عن التوم، واخر حاجة ضفتها التوم لان هو بياخد وقت اقل في التشويح. وهستمر في التقليب لغاية ما التوم يبتدي يدوب من التلج بتاعه ويبتدي يدبل معايا، وهنزل عليهم بالحبهان وفصين مستكة، وهضيف الفلفل الحامي، وبعد كده ابتدي اضيف الطماطم. وهقلب الطماطم مع اللحمة لغاية ما الطماطم تبتدي تدبل، وهبتدي أضيف بقية التوابل. هنزل بجوز الطيب، وممكن تستخدمي الكبابة الصيني، ونص معلقة صغيرة قرفة، وشوية جنزبيل ربع معلقة، وهقلبهم كلهم مع بعض. وهضيف مية مغلية للحمة. أهم حاجة إنك انت كل ما تزودي اللحمة مية تزوديها مية مغلية علشان تسرع معاكي في التسوية. وهضيف لها معلقة توابل اللحمة، وأقلبها تقليبة وأغطيها وأسيبها تستوي. وأثناء ما اللحمة بتستوي هنطبخ الرز مع بعض. هكون محضرة كوبايتين رز غسلاهم ومصفياهم من المية، وهجيب الحلة وانزل فيها بمعلقة كبيرة من الزبدة وأقلبها لغاية ما الزبدة كلها تسيح. بعد كده هبتدي أضيف الرز، وهضيف له الفلفل الأسود والملح. ممكن تضيفي له ورق لورا لو انت بتحبيه اللي هو ورق الغار، وممكن تضيفي له قرفة زي ما تحبي. تتبلي الرز الأبيض بالتتبيلة اللي انت تحبيها، بس أنا بحب أكتفي بالملح والفلفل الأسود بس. وابتدي اقلبه مع الزبدة كده لغاية ما تلاقي الحباية كده مسكت نفسها وبقت ناشفة. دي بتخلي الرز معاكي لما بيستوي بيبقى طعمه جميل، وبتبقى كل حباية بحبتها يعني مش ملزق في بعضه. وهبتدي اضيف المية للرز. هضيف له 2.5 كوباية مية، كل كوباية رز عليها 1.25 كوباية مية. وهقلب الرز كده تقليبة علشان يفك من بعضه في المية، وبعد كده هغطيه واسيبه يغلي. اول ما يغلي هبتدي اشيله واحطه على اصغر عين عندك في البوتاجاز وتوطي النار عليه،
وتسيبيه لغاية يتشرب المية براحته خالص لغاية ما يستوي. كده خلاص الرز شرب المية بتاعته واستوى. هبتدي اغطيه واطفي النار عليه. هنبص على اللحمة ونشوف اخبارها ايه. اللحمة كده المية نقصت منها جامد ولسه محتاجة سوا. هنعمل ايه؟ هنقوم مزودين عليها شوية مية مغلية. بنزود شوية بشوية تشربهم ونرجع نزود تاني ونقفل عليها ونسيبها تكمل السوا. كده خلاص اللحمة استوت. هبتدي اضيف الملح للحمة واقلبها واضيف لها كوباية مية مغلية وهغطيها واسيبها كده تاخد لها غلوتين وبعد كده هطفي عليها. صوص اللحمة بقى جميل، شايفين سمكه تقيل ازاي ومتركزة وفي منتهى الجمال والريحة تحفة. وكده خلاص سوينا الرز وسوينا اللحمة، يلا بينا نقدمه. وهنجيب قالب وهنحط الرز ونكبسه، تضغطي عليه ضغطة خفيفة كده علشان ياخد الشكل بتاع القالب. بعد كده هنبتدي نقلبه ونحطه في الطبق. شايفين شكل الرز بقى جميل ازاي؟ ونبتدي نضيف قطع كباب الحلة ونضيف شوية صوص، بيبقى جميل جدا. شايفين سمكه تقيل ازاي؟ وبكده خلاص الطبق بقى جاهز للتقديم. يا رب تكون طريقة كباب الحلة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.